يا مساء الفل. النهارده بقى جايه لكم بحاجه حلوه جدا، حته صينيه فراخ في البطاطس على طريقه مامتي خطيره، حلوه جدا جدا جدا. هنعمل معاها كمان شويه رز في حته تانية. الطعم يجنن، سهله وبسيطه وسريعه، مفيش اجمل من كده. يلا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. اول حاجه، انا معايا 3 من البصل وسط. مش عايزين بصل كتير، استخدموا بصلتين او واحده كبيره، مفيش اي مشكله. انا قطعتهم عشان افرمهم في الكبه. اللي مش عنده كبه تقدري تبشريها بالمبشره عادي جدا. وعلى فكره نتيجه المبشره كمان بتبقى احسن من طريقه الكبه، بس هو كسل مني يعني برضو. هبتدي افرمهم في الكبه فرم ناعم زي ما انتم شايفين. هجيب طبق كبير وهحط فيه تقريبا بصلايه، وهحط لها ملح وفلفل اسود، وهبتدي يعني ادعكهم زي ما انتم شايفين كده كويس جدا. ماما بتعملها كده بالظبط لحد ما البصله تجيب الميه بتاعتها. وبعدين هنزل عليهم بعصير نص ليمونه، ودي مهمه عشان بتطريلي كده الفراخ وبتخلي طعمها حلو. انا بحب اي حاجه فيها مزازه كده، بتبقى رهيبه بصراحه. وبعدين هبتدي اقلبهم مع بعض، وهاخد الفراخ اللي انا غسلاها ونقعاها وشطفاها كويس ومصفياها، مش مخليه فيها اي ميه. وده مهم جدا ان الفراخ بتاعتي ما يبقاش فيها اي ميه عشان تشرب التتبيله كويس ويبقى طعمها حلو. هبتدي بقى اتبلها كلها بالبصل بين الجلد واللحم، وعلى قد بقى ما تعملوا مساج وتدلعوا الفرخه هتديكوا نتيجه هايله. وهنا نزلت عليها بمعلقتين كبار من اللبن الرايب او الزبادي، او لو ما عندكوش ده او ده شويه لبن عادي من اللي احنا بنشربه. حطوا له نقطتين عصير ليمون، هيتحول معاكم اللبن قرايب. هسيب الفراخ بقى على جنب تتبل. وهنا جبت جزرايه، الجزر بيخلي الصينيه دي تحديدا مسكره كده وطعمها حلو قوي. وده فلفل حامي وفلفل بارد. ما بتحبيش الحامي استخدمي فلفل بارد. لو عندك فلفل الوان يبقى يا سلام، هيديكي نتيجه حلوه جدا. هقطعهم. والاكل السبايسي على فكره يا جماعه هايل، يعني حاولوا تعملوا الاكل بتاعكم سبايسي. دي البطاطس بتاعتي انا مقطعاها مش رفيعه، سميكه شويه. نزلت عليها بالجزر والفلفل. وهنا جبت باقي كميه البصل بتاعتي. هتبلها ملح فلفل اسود، مكعب مرقه، ونص معلقه صغيره من السكر، ورشه من جوز الطيب. انا دايما بحب اضيف سكر على اي حاجه فيها طماطم، لان انا معدتي بتوجعني. فبالنسبه لي انا السكر بيمنع الحموضه تماما، بلس ان هو بيدي طعم حلو كده وطعم فيه تسكيره كده حلوه قوي للاكل. هبتدي برضو ادعكهم زي ما انتوا شايفين كده كويس جدا. وهبتدي اخد منها برضو شويه واتبل بيهم البطاطس والجزر والفلفل بتاعي عشان البطاطس يبقى طعمها حلو. تبقى الفراخ متبله، البطاطس بتاعتي متبله. وهبتدي انزل بقى بده نص كيلو من عصير الطماطم، ومعلقتين كبار من صلصة الطماطم. وحلو قوي ان انا اضيف الصلصة لان الصلصة بتديني لون حلو قوي يا جماعة. وهقلبهم على بعض، وهنزل بيهم على صينية الفراخ بالبطاطس. هنا حطيت الفراخ في الأرضية بتاعت الصينية، فوق منها الفراخ، وهنزل عليهم بعصير الطماطم بالبصل اللي احنا عملناه. وهحط لها معلقتين كبار من الزيت. هغطيها بورق فايل وادخلها فرن سخن على درجة حرارة هادية رف وسط، وهسيبها ساعة. وبعد ساعة هشيل الفايل واسيبها تتحمر. على الفراخ بتاعتي ما تستوي حطيت حلة على نار عالية، نزلت عليها بشوية زيت ومعلقة كبيرة من السمنة البلدي، وهنزل بالرز بتاعي. الطريقة دي خطيرة، الرز يجنن. هبتدي افلفل الرز بتاعي زي ما انتم شايفين، كلنا بنعرف نفلفل الرز. اول الرز ما هيتغلف كله بالسمنة والزيت وهحسه كده ايه بيخروش، هبتدي انزل عليه بكوباية كبيرة من اللبن. اللي ما عندوش كوباية يضيف نص كوباية، المهم لازم تضيفوا شوية لبن. وهكمل بالمية. طريقة الرز دي رهيبة، احلى رز هتاكلوه في حياتكم. وهبتدي اظبط المية بتاعتي واحط الملح وهغطي عليها. وقبل ما تتشرب كل المية بتاعتها هقلبها
واغطي الحله بتاعتي وهدي النار. ليه بعمل كده؟ لان الرز ده فيه لبن، ففي ثواني الارضيه بتاعته بتحمر وبيبقى طعمها حلو جدا. وهنا بعد الرز ما استوى هحط له حته من السمنه البلدي وهغطي عليه. هو مستوي طفيت عليه النار، حطيت له حته من السمنه البلدي وطفيت عليه، واهوت هقلبها في بعضها وهابتدي أغرف الرز بتاعي. ريحته تجنن، طعمه يجنن، بجد هيعجبكم. وصينية الفراخ خطيرة، ريحتها قلب الدنيا، طعمها حلو قوي يا جماعة، جربوها، أنا واثقة إن هي هتعجبكم. وما تنسوش تحطولي كومنت حلو زيكم ولايك، واستنوني.